السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بقى هنسيح السمنة كده. طبعا السمنة دلوقتي احنا في طوبة، والسمنة تخزينها كويس في الايام دي، بس لازم تجيبي سمنة من اي حد مضمون. طبعا انا جايباها من البلد. هي حسب بقى ما انت هتجيبي، يعني السمنة عاملة دلوقتي 270 جنيه. والجبنة برضو عاملة 120 زي ما انتوا شايفين. طبعا خليكوا بقى معايا، الفيديو فيه افكار كتير جدا جدا. هوريكي ازاي باقل شيء تملي التلاجة بتاعتك وتملي الديب فريزر بتاعك، او تملي تلاجتك باقل شيء وابسط شيء. فنخلينا مع بعض كده لحد نشوف الفيديو للاخر، عشان الفيديو فيه افكار كتيرة حلوة. طبعا احنا دلوقتي بنسيح السمنة. بنهدي النار عليها في الاول، وبعد كده بنعلي النار. ما بنعليهاش برضو قوي، ونفضل نقلب زي ما انتوا شايفين كده لحد ما السمنة تسيح معانا وتبدأ تغلي. خليكم معايا واحدة واحدة. فكده غليت اهيت، هبدأ اوطي النار عليها، وافضل برضو مستمرة في التقليب علشان ما تلزقش في الحلة. هفضل اقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. واول بقى ما تبدأ ان هي ايوه كده تبقى مثلا الرغاوي تهدى معايا، هوطي النار عليها وهبدأ احط لها الملح. تمام. وهفضل برضو اقلب عشان الملح ما يلزقش في الارضية بتاعة الحلة ويتحرق. وهفضل مهدية عليها النار خالص خالص لحد ما تسيح بقى وتبقى لونها ذهبي كده معايا، وهبدأ اطفي النار عليها. بصوا بقى كده يا حبايبي، انا معايا برضو الخضرة اهي. الخضرة رخيصة الايام دي. فرزي بقى خضرة زي ما انت عايزة. طبعا هتغسلي الخضرة كويس جدا جدا وتحطيها في مصفى تنشف. وبعد ما تحطيها في مصفى تنشف هتفرديها على حاجة برضو تنشف خالص خالص خالص. وبعد كده تخرطيها وتفرديها على صينية وملاية زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هتعبيها في اكياس، اهم حاجة ما يكونش فيها مية خالص علشان ما تجمدش معاكي في الفريزر. بصي بقى يا حبايبي، احنا هنا كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الفريزر ده انا مش مالياه كله مرة واحدة، يعني مش شارية الحاجة كلها مرة واحدة. معاكي 10 جنيه اشتري بيها، معاكي 20 جنيه اشتري بيها. في ناس بتبقى مثلا بتاخد مصروف يوم بيومه، اتوفر معاكي 10 جنيه اشتري بيها. اتوفر اشتري مثلا بيها بسلة، اشتري بيها جزر، اشتري بيها قلقاس، اشتري بيها خضرة. على حسب ما ايه ما معاكي دلوقتي الفلوس الايه اللي معاكي، 10 20 30 زي ما معاكي. معانا هنا الديب فريزر. اول حاجة، لو انت حاطه مثلا قوطه على جوافه على فراخ على زي ما انتوا شايفين كده، الورقه الفويل اللي قدامكم دي فيها حته فحمه وعودين قرنفل. ليه بقى حته الفحمه والعودين القرنفل؟ عشان يشدوا الريحه، ما يخلوش الحاجه تلقط من بعضها. فطبعا وورق كرنب. يعني شوفوا ما شاء الله انا ماليه الديب فريزر. اللي ما شافش فيديو تفريز القوطه يروح يشوفها. القوطه رخيصه دلوقتي، القوطه ب5 جنيه يعني وب4 جنيه. تملي تلاجتك زي ما انت عايزه، بابسط شيء وباقل شيء. ويا ريت تحطوا لي لايك.